أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي إخواني الكرام، هذه المرة سيواجه السنغال وذلك برسم نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا بالمغرب 2025 في نسختها الخامسة والثلاثون. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة لليوم. المنتخب السنغالي الذي انتصر على المنتخب المصري بهدف نظيف في مقابلة صراحة مقابلة واضحة، مقابلة تثير الشفقة على المصريون الذين ظهروا بمستوى باهت خلال هذه الدورة أو من خلال الدورات السابقة. أما المنتخب المغربي، الرجال الكبار استطاعوا أن ينتصروا على النيجيريون في خلال 120 دقيقة، وكذلك من خلال ضربة الجزاء بأربعة أهداف لهدفين. إذن ليواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي. قبل ذلك أخوتي أخواتاتي، لا بأس، ما فيها بأس، فضلا وليس أمرا، ديروا لنا الاشتراك ديالكم وكذلك تعليقاتكم المحفزة لهذه القناة المتواضعة. المغرب سيواجه السنغال من ملعب الأمير مولاي عبد الله، وعلى قنوات الأولى والرياضية 3 TNT وقنوات البي سبور إكسترا 1 و2. ننقل لكم المقابلة في يوم الأحد 18 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 8 مساء. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. إلى اللقاء.